الجامد يا صاحبي ما بيشتغلش بالسي في، إنما بيشتغل من خلال طريقتين. أول طريقة هي العلاقات، ودي اتكلمنا عنها كتير. طبعا من خلال لينكد إن، من خلال إنك تنزل مؤتمرات وإيفنتات. آه، دي نقطة. النقطة التانية من خلال البراندنج، إنك تعمل بيرسونال براندنج لنفسك، أو بمعنى تاني إنك تبدأ تسوق لنفسك. منصات السوشيال ميديا دي كنز على فكرة، لو استخدمتها لصالحك حقيقة هتفتح ليك فرص أبواب كتير جدا. أنا هنا مش بقول لك اللي هو ما تعملش سي في ولا بورتفوليو ولا كفر ليتر، لا عادي جدا اعمل الحاجات دي وخليها جاهزة. بس حاول على قد ما تقدر تبدأ تستفيد من علاقاتك من معارفك وتبدأ تنميها، ده رقم واحد برضو. النقطة التانية السوشيال ميديا، منصات السوشيال ميديا زي الفيسبوك، إن كان لينكد إن، إن كان الانستا، إن كان التليجرام، أيا كان المنصة دي. ليه ما تستخدمهاش إنك تسوق لنفسك؟ تبدأ تعرف الناس، الكوميونتي حواليك، الناس اللي متابعاك، الناس اللي تعرفها ايه انت شغال ايه، بتعمل ايه. ده من خلال انك تبدأ تتكلم في بوستات، ايا كان المحتوى اللي هتقدمه ده، كبوست تكست او كصورة كفيديو ريلز. بقى بتشوف انت إيه اللي عليه ريتش اكتر او تفاعل او المناسب معاك في نفس الوقت. تمام. وتبدأ تتكلم عن المجال بتاعك، تبدأ تعرفهم إيه المجال، وتقدر تساعدهم في ايه وانت شاطر في ايه. كل النقاط دي، ولو في كمان فيدباك او ريكومنديشن الشغل صعب، ابدأ شارك ده. دي هتدي ثقة اكتر للشخص اللي هيتعاون معاك. فلو اشتغلنا حقيقي او ركزنا على النقطتين دول حقيقي هتفرق جدا معاك، اللي هو هتلاقي فرص كتير جات لك. فبتمنى لكم التوفيق ودمتم بخير.